السلام عليكم. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الموضوع اللي الصراحة ضرني في خاطري بزاف. ماشي حيت خايفة على دين الله، حيت دين الله محفوظ بحقه، ولكن بقات فيا هاد العقول اللي تايهة وغادية ورا الوهم، وقلوب زاغت على الطريق المستقيم. مؤخرا دار بيني وبين واحد الشخص حوار صدمني، وخلاني نشوف كيفاش بنادم يقدر يتأثر بأفكار باطنية غريبة واصلة لدرجة الهذيان وتحريف كلام الله بالهوى. كيجيو كيجيو بالاول بشعارات زوينه في الظاهر ديالها، كيقول لك الكتاب الحقيقي مخفي، او القران اللي بين يدينا محرف وناقص، ويبداو يعطيو تفسيرات للايات بطريقه ما يقبلها لا عقل لا منطق ولا لغه. قال لي كنتحداك اختي خديجه تعطيني مصطلح صوره بالسين، راها ما كايناش بتاتا في القران، وانما هي صوره بالصاد وماشي غير هذا الشيء. زاد كمل هاد الهذيان وقال حتى محمد ليس محمد بل هو مخمد، راح يدولها النقطة ملحة. وأقسم بالله أن الكتاب الحقيقي عنده، تخيلوا معايا، رد الأنبياء مجرد حواس وأعضاء، أعضاء داخل الجسد. قال لي الأنبياء هم السمع والشم، والزوجين هم اليدين والرجلين والجين. هو هنا كان استشهد بواحد الآية، قال يا أيها النبي قل لأزواجك أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال لي من هم الأزواج؟ هم اليدين والرجلين، الله كيتكلم معاهم يتغطوا بالجلد، وكأن النساء أو الناس عامة كانوا قبل هذه الآية عايشين بلا جلد، لحم عريان. واش هذا الشيء يقبلوا العقل؟ واش وصلنا لهذه الدرجة ديال تضليل العقول؟ وزياده على هادشي قال لي في الاوديو علاش ربي غادي يتكلم على الشمس والقمر وحنا كنشوفوهم. وزاد كملها وقال لي باللي قصه اهل الكهف ما كايناش، وناقه سيدنا صالح هذا الهضره ورموز ما كايناش. انا بغيت نناقش معكم هذا الفكر بلغه العقل والمنطق. اجي نشوفوا هذه الكذبه ديال الصوره بالصاد، هذا اللغز اللي كيصحاب ليه طار به، حلو ساهل وبسيط. الصورة بالسين في اللغة العربية جاية من السور، سور المدينة اللي كيحميها ويجمعها، أو من السوار اللي كيدور بالمعصم اليد، لأن الصورة في القرآن كتحيط بالآيات وتجمعها مع بعضياتها. أما الصورة بالصاد جاية من التشكيل والرسم، وإلا كانت صورة بالصاد كيف ما كيزعم. علاش القرآن الكريم منع الرسوم وتجسيد الأنبياء والذات الإلهية؟ القرآن كتاب هداية ونور، ماشي ألبوم ديال الصور. زيد هاد الكذبة ديال محمد بالخاء. اسم محمد جاي من كثرة الحمد، وهو الاسم المبشر به في اللغة العربية. أما كلمة أحمد أو محمد فمعناها إطفاء النار، يعني خمد النار أو إخماد النار. ما كاين حتى منطق لغوي أو عقلي يقبل هذا التخريف اللي بغى يرجع به اسم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى شي حاجة ميتة أو مطفية. وهذه ديال اللي قال لي علاش ربي كيتكلم على الشمس والقمر وحنا كنشوفوهم. يعني كون كنتي ما كتشوفهمش كنتي غادي زعما تغير الرأي ديالك، ولا كنتي غادي تقول علاش يتكلم على الشمس والقمر وحنا ما كنشوفوهمش. يا سبحان الله، ملي ربي العزة هضر لينا على الشمس والقمر وجه العقول ديالنا نتأملوا في هذا النظام المحكم والمحاذاة والدقة الكونية اللي كتبين عظمة الخالق وإبداعه في الخلق، وباش يتفكر الإنسان في ضعفه أمام هذا الكون الشاسع. وهذه المعجزات بحال أهل الكهف اللي نعسوا مئات السنين، أو ناقة صالح اللي انشقت عليها صخرة صماء، هي حقائق مادية خرق فيها الله القوانين كحجة قاطعة. فلو كانت مجرد رموز وسط الجسد، علاش الأقوام عادوهم وعلاش جادوهم؟ المنطق كيبطل هذا الوهم. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وماشي ألغاز كتسنى صفحات فوتوشوب تجي تكشفها لينا.
كنتمنى هذا الفيديو هذا يوصل لهاد الناس اللي راهم متبعينه. انا دخلت للصفحه عنده لقيت بزاف الناس متبعينه وكيديروا له جيم، ما عرفتش علاش. صراحه الامر مبكي بصح. دابا نهضر لكم على اشنو قال لي على الدكتور ضياء الدين العواضي. قال لي الدكتور ما ماتش، هو طبيب الجيش الاسرائيلي، وهما ملي كيبغيو يشغلوا الناس كيخرجوا شي واحد يدير ضجه ياك. انا بغيت نقول لكم الدكتور الله يرحمه، مستحيل الشركات الكبرى ديال الادويه والاغذيه تخلي شي حد يهدد الارباح ديالها بلا ما تحاربوا. والدليل كاينين دكاتره بحال الدكتور احمد المفتي والباحثه سميره موسى عالمه الذره ومصطفى مشرفه، يعني كاينين دكاتره ومطورين في مجالات الادويه والاغذيه والسرطان اللي الموت ديالهم خلات علامه استفهام كبيره بزاف ودارت ضجه في الاعلام، حيت كانوا كيهدوا مصالح هاد الشركات الكبرى. ودابا بغيت نوجه كلمه لهاد الناس اللي متبعين بحال هاد الاشخاص ومتاثرين بهم. فيقوا، فيقوا قبل ما يفوت الفوت. عندكم يسحب لكم ان السير وراء هاد الضلالات والتفسيرات ديال الخوا غتحفيكم من المسؤوليه امام الله، او تقولوا الله يجعل ذنوبنا عليه. هاد التبريرات واللعب بالحروف والكلمات راه ما غتاكلش معاكم نهار لقاء الله، وما غتنفعكم في والو نهار توقفوا حفاة عراة امام رب العزه. تذكروا، تذكروا ديما باللي راكم كتعاملوا مع الخالق سبحانه وتعالى اللي كيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ماشي مع بشر بحالكم يسهل تخدعوه. الحساب يوم القيامة فردي، هاد الشخص ما غيهش عليكم وزر، وهاد الكتب المزعومة ما غتغني عليكم من الحق شيئا. رجعوا للقرآن الكريم وشوفوا شنو قال القرآن على أقوام سابقة، غادي نلقاو باللي هاد العقليه ديال تحريف الكلمات على الهوى وانكار المعجزات الماديه هي خصله قديمه ومتجدده. شوفوا مثلا قوم ثمود طلبوا معجزه، ولما انشقت الصخره وخرجت الناقه قدام عينيهم وشافوا المعجزه الماديه قلوبهم غلفها الهوى فعقروها وكذبوا بها. والقرآن ديما كيهضر لينا على أصناف من البشر ملي الآيات الواضحة ما كتمشاش مع الهوى ديالهم كيمشيو يقلبوا على التفسيرات ملتوية باش يبروا الزيغ ديال قلوبهم. خلاصة القول الدين ديالنا متين والقرآن محفوظ بحفظ الله ليه، هو بلسان عربي مبين لا حيد فيه ولا تحريف. قطع الله الطريق على كل مشكك وباطن، يقال في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونصيحة لأي واحد طاح في هذه المتاهة الباطنية، تخلص من هذوك الكتب الوهمية والأفكار اللي بين يديك قبل ما تلقي بك في الهاوية، لا خروج منها. حلوا عينيكم وحدوا راسكم ووليداتكم من هذه الأفكار الهدامة ورجعوا لرحاب القرآن الصافي. حفظنا الله وإياكم من مضلات الفتن وثبت قلوبنا على العقيدة الصحيحة. شكرا لكم بزاف وخليت لكم الرحمة ومع السلامة.